فيلم خسرت كل فلوسي وكسبت نفسي. في ناس بتفتكر إن الفلوس هي الحل لكل حاجة، بس في يوم لما خسرت كل حاجة كنت فاكرها نعمة، اكتشفت إن اللي بدور عليه مش في البنك، كان جوايا. أنا اسمي كريم، كنت شاطر في الشغل جدا، وكل اللي في دماغي كلمة واحدة: أكسب. كنت عايز أكبر بسرعة، أشتري عربية، شقة، لبس غالي، وأهم حاجة الناس تبص لي بإعجاب. بس مع كل خطوة كنت بحس إني ببعد عن نفسي أكتر. الفلوس كانت بتزيد، بس قلبي ما كنش راضي. وفي يوم واحد كل حاجة وقعت. شريكي نصب عليا، المشروع وقع، الناس اللي كانت حواليا اختفت كأنهم عمرهم ما عرفوني. افتكرت كل اللي ضحيت بيه: صحابي، راحتي، حتى نفسي. رجعت البيت القديم اللي كنت سايبه من زمان. لقيت أمي قاعدة في البلكونة بتضحك. أول ما شافتني قالت لي: اللي راح فلوس يا ابني، بس اللي جواك أغلى منها. ضحكت، بس دموعي كانت نازلة وأنا حاضنها. بدأت من الصفر، اشتغلت في محل صغير، كنت بشتغل بإيدي بعرق، وكل جنيه كنت بحس بقيمته. ما كنتش غني، بس كنت مرتاح. عرفت إن الغنى الحقيقي مش إنك تملك كل شيء، الغنى إنك تكون راضي. الفلوس ممكن تشتري راحة مؤقتة، بس النفس الصافية بتشتري راحة عمرها ما تخلص. أنا فعلا خسرت كل فلوسي، بس كسبت نفسي. قناة حكايات الليل للروايات والقصص. اشترك في القناة عشان نوصل لأعلى مستوي، ودوس لايك عشان نكمل سلسلة الأفلام القصيرة.